بابلو إسكوبار الخليج. أنهك الشرطة الكويتية 7 سنوات. داهية اسمه أبو حبيل، يعتبر من أكبر تجار المخدرات في الخليج. الأمن الكويتي يعرفون عنه كل شيء، لكن لا يوجد أدلة. مضت 7 سنوات وهو تحت المراقبة اليومية دون فائدة، حتى اتخذ مدير المباحث بنفسه قرار التنكر بزي باكستاني يغسل سيارة أبو حبيل. ونتيجة حذر المجرم الذكي قرر اختبار هذا الباكستاني. وضع كمية قليلة من الحشيش في السيارة، لو تم الإبلاغ يكون الجرم تعاطي. كرر الاختبار عدة مرات، وبقي الضابط المتنكر منتظرا الفرصة 3 أشهر. أخيرا شحنة مخدرات كبيرة في سيارة أبو حبيل، وتم القبض عليه متلبسا. لكن الفرحة لم تكتمل، فقد هرب أبو حبيل من السجن ومعه 6 تجار مخدرات. بالتحقيق تبين أن مدير السجن دخل في حسابه 600 ألف دينار كويتي في يوم الهروب. اعترف المدير وحكم عليه ب5 سنوات حبس. هرب أبو حبيل إلى الإمارات بجواز سفر مزور، وقبض عليه بتهريب مخدرات من إيران. حكمت عليه الإمارات ب10 سنوات في عام 2017، وسلمته عن طريق الإنتربول إلى الكويت لتنفيذ حكم 15 سنة، وإضافة 10 سنوات بسبب الهروب.